فاكرين لما حكيت لكم عن حلمي أبقى عروسة وطلع كابوس؟ النهاردة حكمل الحكاية. من أول ما اتخرجت كنت عايزة كل حاجة بسرعة، شغل، نجاح، أسرة، كل حاجة تيجي ورا بعض من غير ما أفكر. أي فرصة كانت تيجي قدامي أقول يلا بسرعة، حتى لو في اختيار أحسن كنت أتنازل عشان أوصل أسرع. كنت ماشية في حياتي زي اللي ماسك شيك ليست، اشتغلت، اتخطبت، جبت بيت، بس عمري ما سألت نفسي هو ده اللي أنا عايزاه؟ كل خطوة كنت بجري فيها كنت بخسر حاجة أهم، بخسر نفسي. وفي يوم فوقت فجأة، لقيت إني وصلت للحلم اللي فضلت أطرده، بس طلع ولا حاجة، مجرد ورق متعلم عليه صح، لكن جوايا فاضي. الدرس الصادم إن الجري ورا الحلم بسرعة ممكن يخليك توصل، بس الهدف مش بتاعك. بس الغريب إني مع كل اختيار غلط كنت بعمله كنت بقول لنفسي عادي يا سعدية، استحملي، ده اختيارك، ما ينفعش تضعفي، ما ينفعش الناس تمسك عليكي غلطة ولا تديهم فرصة يتريقوا على قراراتك. كنت عايشة في سباق، خايفة من كلام الناس أكتر من خوفي من نفسي. وكل مرة كنت أفتكر يمكن المرة الجاية أبني حاجة صح، يمكن أعيش أحسن. لكن الحقيقة اللي اكتشفتها متأخر إن كل حاجة بتتبني غلط بتبقى زي قنبلة موقوتة، يمكن تفضل ساكتة سنين، بس في الآخر لازم تنفجر وتفرقع في وشك. وساعتها بتكتشف إنك خسرت كل حاجة، حلمك، وقتك، وحتى نفسك. والكلام اللي كنت بهرب منه طول عمري بقى هو نفس الكلام اللي بسمعه كل يوم، ويمكن أفضل أسمعه لحد آخر عمري. وهنا قلت لنفسي كفاية يا سعدية، كفاية اختيارات غلط. فكري، انتي عايزة ايه بجد؟ عايزة تبسطي الناس ولا تعيشي سعيدة انتي؟ لازم تفكري ترضي نفسك الأول. الحياة مش للناس الضعيفة، الحياة للناس اللي عندها الشجاعة تقول لأ للوضع اللي مش عاجبها. وقتها سيبت كل حاجة أذتني، سيبت خوف الناس وكلامهم، سيبت كل حاجة مسكتني في مكاني. بدأت حياتي من جديد، حتى لو لوحدي، بس مبسوطة، حاسة إني حقيقية لأول مرة.